بس في حاجه من الحاجات الغريبه جدا برضو طلعت، وهي صوره للشاب اللي هو كول الين ده، منفذ العمليه دي، وهو لابس الهودي بتاع جيش الاحتلال الاسرائيلي على انستجرام. وبعض المغردين قالوا انه ميتا، شركه ميتا بتاعت انستجرام، حذفت الصوره دي من على حسابه. الرصاصة التي هزت العالم أم الخدعة التي أنقذت حملته؟ في لحظة واحدة تحول حفل عشاء روتيني إلى ساحة معركة. الكل شاهد الصراخ، الركض، وعناصر الخدمة السرية وهم يحيطون بالرئيس السابق. لكن هل كل ما رأيته كان حقيقياً؟ اليوم لماذا الآن؟ وكيف تمكن المسلح من اختراق أعتى التحصينات الأمنية في العالم؟ وهل نحن أمام محاولة قتل حقيقية أم أننا نشاهد أضخم إنتاج سينمائي سياسي في القرن 21؟ لنبدأ بالمنطق. فندق واشنطن هيلتون في قلب العاصمة وبحضور رئيس سابق ومئات المسؤولين. هذا المكان لا يدخله عصفور دون تدقيق، فكيف دخل شخص يحمل بندقية ومسدساً وعدة سكاكين؟ هل كانت هناك فجوة متعمدة في التغطية الأمنية؟ سرعة رد الفعل، هل كانت احترافية أم أنها كانت مجهزة مسبقاً للكاميرات؟ في السياسة، القاعدة الأولى هي: ابحث عن المستفيد. ترامب يتقن فن صناعة الصورة، صورة البطل الضحية الذي يواجه الدولة العميقة والرصاص ولا ينحني. هل تذكرون مشهد قبضة اليد في بنسلفانيا؟ لقد كان وقوداً لحملته. فهل كانت حادثة واشنطن مجرد جرعة تنشيطية لجمهوره قبل الانتخابات؟ من هو المنفذ؟ مدرس ومطور ألعاب فيديو من كاليفورنيا. ملفه الشخصي يبدو وكأنه صمم بعناية ليكون كبش فداء مثالي. لا انتماءات واضحة، تصرفات غريبة، ونهاية سريعة. هل هو ذئب منفرد أم مجرد كومبارس في مسرحية كبرى تم التخلص منه فور انتهاء دوره؟ بين الحقيقة والمؤامرة يضيع الخيط الرفيع. قد تكون المحاولة حقيقية وناجمة عن تقصير أمني كارثي، وقد تكون سيناريو مكتوباً بدقة لضمان العودة إلى البيت الأبيض. لكن السؤال الأهم ليس من أطلق النار، بل من كتب السيناريو.